السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم حسل ب5 دقائق. صدقوني والله انه في 5 دقائق اخرج حسل، وحسل شباب بزاف. الاول تجربة ليا، هذا هو الحسل الاول اللي جربته، اخرج لي هكا وكنت فرحانة بزاف بزاف. كنت تشوفوا في هذا اللون انا ما حركت لا سكر ولا والو، وخرج هذا اللون هكا. راح نعطيكم السر كيفاش يخرج لك هذا اللون بلا ما تحرقي لا سكر لا والو. عندنا 3 مكونات فقط، مكونات موجودين في كل بيت. خرج كيلو تاع حسل بكيلو تاع سكر، كيلو تاع حسل، وعاد كي نمداري نشرو هذه الباطه تاع الحسل تاع المرجان، نمداري نشروها مش معمره كيما هكا. راح ندخل المقادير وطريقة التحضير. نقولوا بسم الله ونصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا هنا عندي الكيكوطة طبعا اللي هي طنجرة الضغط، وعندي الكيلو تاع السكر، أنا استعملت هذه النوعية، وعندي نص لتر تاع الماء. هذه القرعة بالعني درتها لكم في هذه القرعة باش كل واحد، على بالي كاع الجزائريين عندهم هذه القرعة تاع الماء. نص ترفد نص لتر تاع الماء. وعندي هذيك الشب كما شفتوه. الشب هو اللي راح يخلي السكر تاعنا يولي احمر بدون ما نحرقوا لا سكر. راكم تشوفوا انا ما حرقت لا سكر لا والو، راني نديرو فيه قدامكم في الكيكوطه. ندير فيها السكر، حليت الاشكاره تاع السكر ودرت الكيلو كله. وهنا راح ندير النص لتر تاع الماء، راكم تشوفوا القرعه حطيتها كلها. راح نخلطهم، طبعا راح نخلطهم غير قد اللي يمتزج هذاك السكر مع الماء، مش يدوب كاع بصح يمتزج معه شويه، يدوب شويه فقط، ما رايحينش ندوبوا السكر كامل. تشوفوا طريقه سهله بسيطه وسهله جدا والله. في 5 دقائق كان الحسل واجد. ممكن تشوفوا هنا راني خلطت وغادي نضيف الحبه تاع الشب. كما قلت لكم هذا الشب هو اللي يخلي الحسل ولا احمر. ما ديروش القارص او الليم ولا القرفه، هي ما تحمرش الحسل، ما تخليهش يحمر. الشب هو اللي يخلي الحسل يحمر بلا ما تحرقيه، بلا ما ديريه كراميليزي بلا والو. درك راح نبلع الكيكوطه نتاعي وندخلها ونحطها فوق النار، وراح نوريكم طبعا النار اللي غادي نحطها فوقها كيفاش راح تكون. طبعا راح نديروها فوق نار قاويه. دوك تشوفوا معايا نغلقها مليح ونحطها هاي النار قاويه. انا ما درتهاش في القاوي كاع، درتها في هذا، لكن هو تاني قاوي. عندك داك الكبير كاع ديري فيه. كما كتشوفوا هنا راني حطيتها حطيتها فوق النار، وراح نخليها تصفر. لما تبدا تصفر نحسب 5 دقائق وهي تصفر. من تبدا تصفر نحسب 5 دقائق، ومن بعد نطفي عليها 5 دقائق فقط. ما تزيدوا لا فوقها لا تحتها. كما راكم هنا تشوفوا هنا راح تصفر معنا، راح تدور معنا. راح نطفوا بعد ما نحسبوا 5 دقائق نطفوها. هنايا راني رجعت لها وراه طفيت الفوق الغاز معكم. بعد 5 دقائق ملي بدات تصفر طفيت للغاز او للفورنو، كل واحد وكيفاش، ولا طبعا كل واحد وكيفاش يقولوا. طفات ومن بعد حليتها. ها ولا الحسل هنا معانا كما راكم تشوفوا. هنا كنت عاد حليتها عاد سخون، راكم تشوفوا فيه راهو حمر. تشوفوا ما حرقتوه ما والو، درته معاكم وراهو حمر، وراهو عاد كينا خفيف. يبرد، نخلوه يبرد، ومن بعد كي هو مادام يبرد مادام يزيد يتقال. مادام يبرد هنا ما خليتوش برد بزاف، درتو في العلبه لكنه برد لكن ما بردش بزاف لانه راح يزيد يتقال على هذا. كما راكم تشوفوا هاولا هنا ما بردش مليح وتقال. صدقوني انه الحسل في التجربه الاولى نتاعك راح ديري حسل شباب بزاف وثقيل واحمر، بلا ما تحرقي سكر، بلا ما تعيي راسك. نتمنى الفيديو تاع اليوم يعجبكم. بعد طبعا ما تنساوش اللايك، ما تنساوش كومنتار، خلونا الى جربتوه عاودوا رجعوا وخلونا التعليق بتاعكم بالتجربه.
نتاعكم. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا لكم على المشاهدة، واللي مازال ما اشتركش وتدخل معنا لأول مرة يشترك ويفعل